صبور مو تضرب. يضرب حظي انا، يضرب حظي. شو معتر لك؟ انا ناقصني تعتير لحتى الله يبعث لي واحد معتر وجحش مثل حكايتك. ما بصير لك يا احمد، ما بصير. لازم تتحمم على القليله بس مشان تروح ريحه عرقك. ايه علينا يا زلمه، هلا وقت حمام برد ومرض يا زلمه ومطر، بعدين عم بيجي من شغلي عم غسل ايدي ورجلي ووشي، ما بكفي هيك؟ لا سيدي ما بكفي هيك. خذ فرج على حالك بالمرايه، لك هاد منظر بني ادم هاد. مين؟ هذا انا؟ بس ليش هيك شكلي؟ يعني كثير عجبك شكلك هلا؟ عجبني لكان طلع. ابوس روحي مع احلالي، بعدين عندي ماركيزيا بالموضوع. لا حول ولا قوة الا بالله. أول شيء هي ما اسمها ماركيزيا، هي اسمها كاريزما يا بني آدم، كاريزما. ثاني شيء نحن ما بدنا نخوف الصبايا ورفقتهم هي لما الصحفية لحتى تقول عنا انه نحن عايشين بكهف، ما بصير لك احمد، ما بصير. هلا هذا اللي طلع معك؟ لك بشكلك هاد مو بس رح تخوف الصبايا، حتى الكاميرا اللي بدها تصورك بدها تحمل حالها وتهرب. نعم ايه والله يا سيدي عم تحكي مزبوط. انا قايم اسلخ حمام، شو رايك؟ ها يا عيني عليك، هلا بتحمل حمالك فورا وبتروح بتسلخ حمام اخو كلب. يا سيدي فعلا عم تحكي مزبوط، لكن يعني مشان الصحفيه ومشان البنات. وبعدين في معلومه كثير مهمه انت لازم تعرفها، بما انه جاي الصحفيه انا لازم اقوم اسلخ حمام اخو كلب. تماما، معناتها قوم هلا اسلاخ الحمام احسن ما اسلخك كف هر لك اسنانك. شرف الله معك. تفضل تفضل. روح روح. ايه ها؟ كما الطير، كما النسر، بل كما الصقر الذي يحلق في أعالي أعالي السماء، كما شو بك أحمد؟ ليش هيك شكلك طالع مثل العصفور اللي واقع ببركة مي؟ هلا هي عملنا بنصيحتك ورحنا تحممنا. تفضل استلم. لك ريت ونعيما وإن شاء الله عقبال عرسك يا رب وحمام عرسك. امين، الله يسلمك وينعم عليك يا رب وعقبالك. الله يخلي لي اياك. ابو حميد، نعم. بس بدي استشيرك بشغله. تفضل تفضل. شو رايك بما انه اليوم في هيك في مناسبه يعني وفي تصوير وكاميرات وكذا، هيك جاء على بالي القي لي شي قصيده هلا كنت عم بكتبها. هيك يعني قدام الكاميرا تعبر عن حالتي، يعني مو انا شاعر؟ ايه انت شاعر؟ تمام. وبما انه انا شاعر حاسس انه هذا اليوم رح يكون يوم مفصلي وتاريخي بحياتي، كما سيكون مفصلا وتاريخا مهما في حياة باقي الشعوب العظيمة المشاركة بهذه المناسبة العظيمة. ايوه بلشنا بقى هلا خطابات وشعارات. تفضل استاذ، تفضل عم بسمعك، تفضل. لك شو بدنا لك احمد؟ الله وكيلك، القصة لا لها علاقة لا بخطابات ولا بشعارات، كل القصة انه هي العدسة اللي رح نوقف قدامها هي العين اللي رح تنقل احزاننا وافراحنا وهمومنا ومشاكلنا لكل الناس اللي عم بيشوفونا واللي بيشبهونا واللي كمان ما بيشبهونا. اخي رح اعمل حالي انه فهمت، امري لله. لا حول ولا قوة الا بالله. بتعرف ليش مالك عم تفهم يا جحش؟ ليش؟ لانك مغيب، كل الوقت مغيب، كل نهارك من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، مشان هيك انت مغيب ما عم تبين. ليكني انا مثلا دائما حاضر موجود. ايوه، طب معناتها طالما انت حاضر وموجود دائما، قوم انكش لي خزانتك ونقي لك شي قطعه ثياب مشان تلبسها بكره. لك يا حسرة قلبي، لك من وين بدي البس؟ ليش انا عندي غير هالبنطلون والقميص لحتى البس؟ لك فقر، ها؟ ما في مصاري. مالك انت اساس؟ سيد احمد، نعم. في مجال افهم وين بتروح بهالجل هذا كله؟ يا رجال ايه باخده على الحديقه، بدوره دش وبرجع. ايوه، سلبها علي هلا، خدني بالعبطه استاذ احمد. لك يا بني ادم، الواحد بحط لحسه هيك باصبعته مو بيتحمم بالعلبه كلها. شو قصتك انت؟ مو مخلي فيها شيء. فاهم؟ حسيت الحمام يا اخي، لا عم تجيب لي سيره الحمام، لا عم تجيب لي سيره الحمام نوم. لهلا من الحمام عظامي عم ترجف رجف من البرد. عيدني يا اخي، انا بحب النشح، انا بحب الوسخ، زباله يا اخي. انا شو بدك فيني؟ بدك تدخل لي افكار غريبه؟ نعم، لازم واحد يتنظف، لازم واحد ما تطلع ريحته، ريحتي احسن منها ما في. قلت لك انا ورده العيله، شو بك؟ بعدين الاكل مقضينا لبنه وزيتون، زيتون ولبنه، لبنه وزيتون. اليوم احيانا عم بنغير شكل، جايبين زيت وزعتر. شو سوي لك يعني؟ شو سوي لك؟ هذا المطلوب. هات اعطيني مصاري لحتى هلا انزل جيب لك مشاوي وفروج. لا تاكل هم، لا تاكل هم عم نادر، العمله جايه على الطريق. جاي على الطريق. صبور صبور، تاكل طيب. صبر. طيب لك صبور مو لك تضرب.
يضرب حظي انا، يضرب حظي شو معتر لك، انا ناقصني تعتير لحتى الله يبعث لي واحد معتر وجحش مثل حكايتك. طول بالك. لا عاد تحط جل كثير. طيب مشي خلاص. كل تفضل.